قبل ما ابدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. قصة فيلم النهاردة بيتكلم عن مدرس فيزياء بيقرر يسيب مهنة التدريس وينضم للجيش علشان ينتقم لمراته من الجنود اللي قتلوها. من غير ما اطول عليكم، يلا نبدأ فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم مع مدرس الفيزياء ميكولا ومراته ناستيا، وبيكونوا بيحبوا بعض جدا وبيكونوا عايشين حياة جميلة في بيت صغير كده لوحدهم على أطراف القرية، وبيكونوا مستنيين بيبي صغير جاي في السكة، وبتبقى الحياة هادية وزي الفل. الصبح بيقوم ميكولا وبيغير هدومه وبيسيب مراته وبياخد العجلة بتاعته وبيروح للمدرسة اللي هو شغال فيها. ولما بيوصل المدرسة بيدخل أوضة المدرسين، بس بيعرف من الأخبار إن الرئيس الأوكراني هرب من المدينة، وكمان روسيا استغلت الوضع بتاع البلد وهجمت على جزيرة القرم واحتلتها. بعديها بيدخل الفصل بتاعه وبيبدأ يشرح للطلبة الدرس، وبيبقى حريص جدا انه يشرح باسلوب مميز علشان الطلبة تستفاد منه قدر الامكان. بس بيبقى في طالب معاه كده اسمه ايفان، بيبقى عيل رزل وبيحب يرخم على الطلاب في الفصل وعلى ميكولا كمان. بس على الرغم من كده ميكولا ما كانش بيتكلم معاه علشان كان طالب ذكي وبيجاوب على الاسئلة بسرعة. وبيخلص ميكولا الدرس بتاعه وبيروح وبيلاقي مذيعة عند بيته وبتعمل معاه لقاء، علشان بيكون الشخص الوحيد اللي عايش على حدود المدينة بقاله أكتر من سنة. وبتسأله المذيعة عن السبب اللي خلاه يسيب المدينة ويجي يعيش في المكان ده، فبيقول لها إنه قرر يغير أسلوب حياته المضر لأسلوب بيئي يهدف للحفاظ على البيئة وتقليل حجم الانبعاثات المضرة. وفي إيه يا حاجة، هو أنت علشان مدرس فيزياء يعني هتتكلم كلام إحنا ما نفهمهوش ولا إيه؟ المهم بتسأله المذيعة على العلامة اللي عاملينها على الأرض، فبتقول لها ناستيا إن ده رمز مخلب الغراب الأبيض اللي هيجي للأرض بعد الدمار وهيحول مياه البحر المالحة لمياه عذبة. الله، دي نفس الدماغ، كان ميكولا بيشرح لها دروس تقريبا ولا ايه؟ المهم المذيعة بتبقى قاعدة على الله حكايتها ومش فاهمة أي حاجة، وبتوقف التصوير وبتبقى مقتنعة إن دول جوز من المجانين، وبتبقى عاوزة تضرب نفسها بالجزمة علشان سابت الغسيل وجت تعمل معاهم لقاء. فبتاخد بعضها وبتمشي من المكان، وبيجي الليل وبيقضي الاتنين وقت لطيف مع بعض، وبيغني ميكولا أغاني رومانسية وبيبقوا الاتنين مبسوطين بحياتهم جدا. وقبل ما بيناموا ناستيا بتديله تمثال هي نحتته، بتقوله ان التمثال ده هيحميك ويحافظ عليك من الشرور. المهم بيجي تاني يوم وبيودع ميكولا مراته كالعادة علشان يروح لشغله، بس في الطريق بيلاحظ مجموعة من الجنود الروس وهم واقفين يشربوا سجاير، بس بيكمل طريقه عادي وبيوصل للمدرسة. بس أول ما بيدخل بيتفاجئ إن مفيش أي حد في المدرسة، وبتكون فاضية خالص وما فيهاش ولا طلاب ولا مدرسين. وبيتفاجئ أكتر لما بيعرف من الأخبار إن الجيش الروسي بدأ يستولى على المناطق اللي على حدود أوكرانيا، فبياخد العجلة بتاعته وبيجري بأقصى سرعة علشان يروح لمراته علشان كان خايف عليها جدا. بس أول ما بيوصل بيتفاجئ بمجموعة من الجنود الروس وهم بيعتدوا على مراته، فبيجري عليهم بسرعة علشان ينقذها، بس للأسف الجندي أقوى منه وبيهجموا عليه وعلى مراته وبيفضلوا يضربوهم، رغم ان ميكولا كان عمال يتحايل عليهم ويقول لهم بلاش علشان مراته حامل. بس محدش بيتأثر منهم وبيكملوا ضرب فيهم، وكمان بيحرقوا البيت بتاعه وبيسيبوه وبيمشوا. بس ناستيا كانت متضايقة جدا من الإهانة اللي اتعرضوا لها، فبتاخد طوبة من الأرض ولسه جاية تحدفها عليهم، كانت الجنود سحبت الأسلحة وضربوها بالنار وبتموت قدام عيون ميكولا. وبيتصدم ميكولا جدا من اللي حصل وبيبقى عمال يصرخ علشان أي حد يجي ينقذ مراته، بس للأسف مراته كانت ماتت. وبيبقى ميكولا خسر مراته وابنه وكمان بيته وكل ده في لحظة واحدة. بس بيوعد ميكولا مراته وبيقول لها انه مش هيسيب حقها ابدا. وتاني يوم الصبح بيوصل اتنين من الجنود الاوكران وبيشوفوا ناستيا وهي مقتولة وميكولا نايم في حضنها، بس بيصحوه. ولما بيعرفوا انه اوكراني بيبدأوا يحفروا حفرة علشان ميكولا يدفن جثة مراته. بس بيقوم ميكولا بيشوف بيته اللي بقى عبارة عن شوية رماد، وبيلاقي التمثال اللي كانت عاملاه له ناستيا، فبياخده وبيرجع يدفن جثتها بمساعدة الجنود. وبعد ما بيخلصوا بياخدوه معاهم للمعسكر بتاعهم، بس في الأول القائد ما كانش موافق إنه ينضم لهم أصلا علشان كان شاكك فيه إنه جاسوس تبع الجيش الروسي. بس بينزل ميكولا من العربية وبيروح للقائد وبيعرفه إنه عاوز ينضم للجيش الأوكراني علشان يقدر يدافع عن بلده ضد الجنود الروس اللي عاوزين يدمروها. بس القائد أول ما شافه وعرف حكايته
حس بيه وحس بكمية الألم اللي كان حاسس بيها بسبب اللي حصل له، علشان كده وافق انه ينضم للكتيبة بتاعته. وتاني يوم بيبدأ التدريب على طول مع باقي الجنود، ومش بيكون شايف حاجة قدامه غير انه ينتقم لموت مراته. بس للأسف بسبب اللي مر بيه كان بيلاقي صعوبة في التدريبات اللي بياخدها، وكمان مش عارف يتعامل مع السلاح زي باقي الجنود اللي معاه. بس كان بيحاول على قد ما يقدر انه يجتهد علشان القائد بتاعه يقتنع بيه ويخليه يشيل سلاح زي باقي الجنود اللي معاه. بس كان عنده مشكلة وحيدة، وهي طريقة فك السلاح وتركيبه، وده كان مخلي القائد بتاعه متعصب منه دايما. بس ميكولا كان عنده إصرار وما كانش بيضيع وقت خالص، حتى وقت الراحة كان ميكولا بيحاول فيه بكل جهد انه يتعلم فك السلاح وتركيبه. وفي يوم بيجمع القائد الجنود بتاعته وبيعرفهم ان سلاح القناصة محتاج متطوعين جدد، وبيسأل الجنود لو حد حابب يتطوع في السلاح ده. بس محدش بيتطوع غير 4 جنود بس، ومن ضمنهم ميكولا. بس القائد بيتريق عليه وبيقول له ازاي هتنضم لسلاح القناصة وانت اصلا السلاح العادي مش بتعرف تفكه وتركبه لحد دلوقتي. فبيتحدى ميكولا وبيقول له انه يقدر يفك السلاح ويركبه في 20 ثانية بس. فبيوافق القائد على التحدي وبيسلمه السلاح وبيمسك الساعة وبيخليه يبدأ. بس بيفاجئ ميكولا القائد والجنود انه قدر يفك السلاح ويركبه في اقل من 20 ثانية، وكمان وهو مغمض عينيه. ولما بيشوف القائد كده بيوافق انه ينضم لفريق القناصة. بعدها بيوصل ميكولا لمعسكر القناصة، وهناك بيشرح لهم المدرب وبيعرفهم ان القناص لازم يبقى شخص ماكر جدا، وان القناص المحترف بيشتغل وهو متنكر، وبيكون مستحيل حد يقدر يكشف مكانه. واهم حاجة انه يضرب الرصاصة بتاعته اثناء صوت ضرب النار او صوت الانفجار علشان محدش يقدر يكتشف المكان بتاعه. وبعديها بتروح الجنود علشان تستلم الاسلحة بتاعتها، بس بيدوا ميكولا سلاح ضعيف غير اللي مع باقي زمايله، وده طبعا بيضايقه. بس بيحاول يتعامل مع الموقف بهدوء، وبيقرر انه يتعامل بالسلاح الضعيف اللي معاه. وبيبدأ اول اختبار، وبيبقى عبارة عن اطلاق النار على مسافة قريبة جدا جنب الجنود، والجندي اللي يتحرك يخسر. وبيتحرك شوية من الجنود اول ما بيسمعوا ضرب النار، ما عدا ميكولا و2 تانيين. وبعدها بياخدهم القائد ويشرح لهم الفرق بين أسلحة القناصة القديمة والجديدة، ومميزات وعيوب كل سلاح فيهم. بيعرفهم كمان ان السلاح مش اللي بيصنع القناص المحترف هو اللي يقدر يستغل مميزات السلاح بتاعه ويقدر ينفذ بيه مهمته بنجاح. وتاني يوم بيبدأ الاختبار التاني، وهو ان القناص يصوب على الهدف بتاعه من غير ما يشوف. بس للأسف بيفشل ميكولا في الاختبار ده، وده بسبب السلاح الضعيف اللي كان معاه. بعديها بياخدهم القائد وبيشرح لهم ازاي يحسبوا المسافة اللي بينهم وبين العدو من غير آلة حاسبة. وعلشان ميكولا كان مدرس فيزياء شاطر، قدر انه يبهر القائد بتاعه بمعلوماته الرياضية. ولما بيجي الليل بيعمل القائد للجنود اختبار تصويب تاني، وبيكون عبارة عن ان القائد يحدف شعلة ضوئية، واول ما تقرب من الهدف يضرب الجنود عليه. بس المرة دي بينجح ميكولا في الاختبار، وبيقدر يبهر القائد بتاعه من مهارته العالية في التصويب على الرغم من ضعف السلاح اللي معاه. وبتنتهي التدريبات وبيبقى ميكولا الأول على زمايله، وكمان بيديله القائد بتاعه لقب الغراب الأبيض. وبالليل بيقعد ميكولا بيحتفل مع زمايله وبيغني الأغنية اللي كان على طول بيغنيها مع مراته ناستيا. وتاني يوم الصبح بيجي تكليف لميكولا بمهمة مع زمايله، وهي الهجوم على جسر مهم احتلته الجنود الروس. وبيوصل ميكولا والقائد والمجموعة بتاعتهم للمكان اللي فيه المهمة، وبياخد كل واحد منهم مكانه وبيراقب الهدف اللي هيقتله. وبيحسب ميكولا المسافة اللي بينهم وبين العدو، وبيستعدوا للتصويب ولسه هيضربوا بيتفاجئوا بعربية فيها عيلة أوكرانية عدت على الجنود الروس. فبيوقف الجنود الروس العربية، وبيبقى فيها راجل ومراته، وبينزلوهم علشان يفتشوهم، وكمان بيحاولوا يعتدوا على الست قدام جوزها. فعلى طول بيؤمر القائد جنوده انهم يطلقوا النار على الجنود الروس، وبينفذ الجنود امر القائد، وبيبداوا يقتلوا الجنود الروس واحد ورا التاني. ومش بيتبقى غير جندي واحد بس اللي بياخد الست كرهينة علشان يستغلها ويهرب من المكان، لكن القائد بيقدر يحدد مكانه ويقتله بكل سهولة. وبتقدر الفرقة تنفذ اول مهمة ليها بنجاح. وبيرجع الفريق بعد كده للمعسكر، وبيبقى ميكولا فرحان بالنجاح اللي حققه في أول مهمة يقوم بيها. وتاني يوم بيبقى فيه 2 من الجنود في مهمة خاصة، وبيستعدوا للهجوم على منطقة تجمع من الجنود الروس.
وبيبقوا بيتحركوا ببطء شديد علشان محدش يحس بيهم، بس بيقدر القناص الروسي انه يحدد مكانهم وبيخلص عليهم الاتنين. وتاني يوم بيتفاجئ ميكولا هو والمعسكر بتاعه بالجنديين وهم رايحين لهم جثث، وبيحزنوا عليهم جدا، وخاصة ميكولا اللي كان بيفتكر مراته اللي ماتت هي كمان. بعديها بيتحرك ميكولا هو وزمايله في مهمة جديدة، وبتبقى المهمة عبارة عن انهم يزرعوا ألغام أرضية في الغابة على الحدود الأوكرانية، وده علشان يمنعوا الجنود الروس من اقتحام أرضهم. وبعدها بيستخبوا كل واحد في مكانه وبيستنوا الجنود الروس. بعد شوية بيظهر 4 من الجنود الروس، وهنا بيؤمر القائد ميكولا انه يفجر الألغام اللي زرعوها، بس بيتصدم ميكولا لما بيشوف الطالب إيفان اللي كان بيدرس له مع الجنود الروس، وهنا بيعرف ان إيفان خان بلده وانضم للقوات الخاصة الروسية. فبيفجر ميكولا الألغام من غير أي تردد وبيقدر يخلص على المجموعة كلها. بعد كده بيرجع ميكولا والقائد بتاعه للمعسكر وبيقعدوا يتكلموا عن الحروب، وبيتكلم القائد معاه وبيقول له ان مراته وبناته ما يعرفوش انه ضابط في الجيش الاوكراني. ولما بيسألوا ميكولا عن السبب بيعرفوا انه مش حابب يقلقهم عليه اكتر ما هم قلقانين من الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلد. وبيجي تاني يوم وبنشوف الجنود الروس وهم بيجهزوا اسلحتهم ومعداتهم، وده علشان ناويين يهجموا على الجيش الاوكراني. في نفس الوقت بتكون المعلومات دي اتسربت لميكولا واللي معاه، فبيبدأوا يتحركوا فورا. لكن أول ما بيوصلوا بيتفاجئ ميكولا أول ما بيشوف الجنديين الروس اللي قتلوا مراته، وبيعرف القائد بتاعه إنه هيهجم عليهم، بس بيرفض القائد علشان ما يكشفوش مكانهم. بس ميكولا مش بينفذ الأوامر وبيضرب على واحد منهم وبيقتله، وبسبب كده بيقدر القناص الروسي إنه يحدد مكانهم وبيضرب على القائد بتاعه وبيموته. وكمان بيؤمر الطيارات بتفجير المكان اللي موجود فيه ميكولا، بس بيقدر انه يهرب من القذائف وبيعرف يستخبى في حفرة، وبيقدر كمان انه يرجع بجثة القائد للمعسكر. وبيبقى متضايق جدا وبيفضل يلوم نفسه لانه كان السبب في قتل القائد بتاعه، وبيقرر انه ينتقم من القناص الروسي بنفسه. بعديها بيروح ميكولا في مهمة لوحده وبيستخبى في مكان وبيبدأ يراقب الجنود اللي موجودين في المستودع، وبيقدر انه يقتل 2 من القناصين الروس من غير ما حد يقدر يعرف مكانه، بس بيكون اتصاب في دراعه وبيرجع بسرعة للمخبأ بتاعه علشان يعالج نفسه. وبيجيله اتصال من القائد بتاعه وبيعرفه انهم قدروا يوصلوا لمكان القناص الروسي، وبيطلب منه انه يحضر اجتماع القادة اللي عاملينه علشان يعرف مهمته الجديدة. فبيجهز نفسه بسرعة وبيحضر السلاح بتاعه وبيروح للمعسكر علشان يحضر الاجتماع. وبيبدأ الاجتماع وبيعرفهم القائد ان القناص الروسي اسمه سيري، وبيعرفهم انه من اخطر القناصين اللي موجودين في اوروبا كلها. كمان بيعرفهم ان القناص ده بيصور الجنود اللي بيقتلهم وبينزل الصور والفيديوهات على الانترنت. وبيقول لهم القائد ان سيري موجود حاليا في مصنع كيماويات عند النهر، وطبيعة القناص انه مستحيل يغير مكانه غير بعد فترة كبيرة. فبيقترح واحد من الجنود انهم يحاولوا يزرعوا ألغام حوالين المصنع ويفجروا المصنع باللي فيه او يضربوا المكان بالطيارات، بس بيرفض القائد وبيعرفهم ان سيري مش جندي سهل، واكيد الجيش الروسي عامل حسابه على حركة زي دي. وبيبدأ يشرح لهم الخطة اللي هينفذوها، وبيحذرهم من 8 جنود مسلحين حوالين المصنع مهمتهم الوحيدة انهم يحموا سيري، وبيأمرهم انهم يخلصوا الاول على ال8 جنود دول علشان يفضوا السكة لميكولا علشان يخلص على سيري وينتقم لموت القائد بتاعه. وبيتحرك الجنود على مصنع الكيماويات، وبيبدأ كل واحد منهم ياخد الموقع بتاعه، وبيكونوا بيتحركوا بهدوء علشان سيري ما ياخدش باله منهم. بس سيري بيكون حاسس ان في حركة غريبة في المكان، فبيطلب من المساعدين بتوعه انهم يراقبوا المكان كويس ويستعدوا للهجوم في اي لحظة. بس ميكولا بيكون قدر انه يوصل لمكان اول جنديين، وبيقتل الاول وبيلاقي التاني الجندي اللي كان السبب في موت مراته، فبيضربه طلقة في صدره والتانية في دماغه من غير ما حد ياخد باله من حاجة. وبكده بيكون ميكولا انتقم من الاتنين اللي قتلوا مراته، وعلى طول بيؤمر القناصين اللي معاه انهم يقتلوا كل الجنود اللي موجودين حوالين المصنع. فبيخلص الجنود الاوكرانيين على كل الجنود الروس اللي موجودين حوالين المصنع في ثواني. ولما بيشوف سيري اللي بيحصل بيتوتر جدا، فبينده على الجنود اللي معاه، بس محدش بيرد عليه غير واحد بس.
فبيتوتر اكتر وبيبدأ ينزل بنفسه علشان يفتش المكان، وبيستغل ميكولا ده وبيقدر انه يتسلل للمصنع علشان يخلص على سيري واللي معاه. بس سيري مش بيلاقي حد غير جندي بيكون ميت، وبيحاول يتواصل مع الجنود التانية بس محدش بيرد عليه، فبيرجع للمكان بتاعه تاني بس بيتفاجئ بتمثال خشبي محطوط قدامه. وفي اللحظة دي بينقض عليه ميكولا وبيغرز السكينة في رقبته وبيخلص عليه في ثواني، وبياخد الساعة بتاعته وبيرمي قنبلة على آخر جندي فاضل في المكان. بس في اللحظة دي بتوصل عربية فيها جنود روسيين وبيكلم القائد بتاعهم سيري على اللاسلكي، بس بيرد عليه ميكولا بطلقة في صدره وبيقتله هو كمان. وأول ما بينزل الجنود من العربية بيقدر ميكولا والفريق بتاعه إنهم يخلصوا على كل الجنود في أقل من 5 دقايق. وبعد ما بيخلص ميكولا بيروح على المكان اللي كان فيه بيته القديم، وبيروح لقبر مراته وبيطمنها وبيعرفها انه خلاص قدر ياخد حقها، وبيوعدها كمان انه هيفضل يخدم وطنه لحد ما يموت ويتجمع معاها مرة تانية في الجنة. وبيخلص الفيلم على كده. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.